يعجبني أشخاص سلاحهم العقل وليس اللسان، وضربتهم القاضية الصمت وليست كثرة الكلام. ارفع كلماتك ولا ترفع صوتك، فالمطر هو الذي ينبت الورد وليس الرعد. ليس عليك إسعاد كل الناس، ولكن عليك أن لا تؤذي أحدا من الناس. اعلم أن التسامح هو أكبر مراتب القوة، وحب الانتقام أحد مظاهر الضعف. وإياك أن تدخل في نوايا الناس، فلا يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب. لا يتواضع إلا من كان واثقا بنفسه، ولا يتكبر إلا من كان عالما بنقصه. املك من الدنيا ما شئت، ولكنك ستخرج منها كما جئت. فأفرغ داخل الجميع شيئا جميلا، فإن لم يكن حبا فليكن احتراما. يعجبني أشخاص سلاحهم العقل وليس اللسان، وضربتهم القاضية الصمت وليست كثرة الكلام. ارفع كلماتك ولا ترفع صوتك، فالمطر هو الذي ينبت الورد وليس الرعد. ليس عليك إسعاد كل الناس، ولكن عليك أن لا تؤذي أحدا من الناس. اعلم أن التسامح هو أكبر مراتب القوة، وحب الانتقام أحد مظاهر الضعف. وإياك أن تدخل في نوايا الناس، فلا يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب. لا يتواضع إلا من كان واثقا بنفسه، ولا يتكبر إلا من كان عالما بنقصه. املك من الدنيا ما شئت، ولكنك ستخرج منها كما جئت. فأفرغ داخل الجميع شيئا جميلا، فإن لم يكن حبا فليكن احتراما. يعجبني أشخاص سلاحهم العقل وليس اللسان، وضربتهم القاضية الصمت وليست كثرة الكلام. ارفع كلماتك ولا ترفع صوتك، فالمطر هو الذي ينبت الورد وليس الرعد. ليس عليك إسعاد كل الناس، ولكن عليك أن لا تؤذي أحدا من الناس. اعلم أن التسامح هو أكبر مراتب القوة، وحب الانتقام أحد مظاهر الضعف. وإياك أن تدخل في نوايا الناس، فلا يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب. لا يتواضع إلا من كان واثقا بنفسه، ولا يتكبر إلا من كان عالما بنقصه. املك من الدنيا ما شئت، ولكنك ستخرج منها كما جئت. فأفرغ داخل الجميع شيئا جميلا، فإن لم يكن حبا فليكن احتراما. يعجبني أشخاص سلاحهم العقل وليس اللسان، وضربتهم القاضية الصمت وليست كثرة الكلام. ارفع كلماتك ولا ترفع صوتك، فالمطر هو الذي ينبت الورد وليس الرعد. ليس عليك إسعاد كل الناس، ولكن عليك أن لا تؤذي أحدا من الناس. اعلم أن التسامح هو أكبر مراتب القوة، وحب الانتقام أحد مظاهر الضعف. وإياك أن تدخل في نوايا الناس، فلا يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب. لا يتواضع إلا من كان واثقا بنفسه، ولا يتكبر إلا من كان عالما بنقصه. املك من الدنيا ما شئت، ولكنك ستخرج منها كما جئت. فأفرغ داخل الجميع شيئا جميلا، فإن لم يكن حبا فليكن احتراما. يعجبني أشخاص سلاحهم العقل وليس اللسان، وضربتهم القاضية الصمت وليست كثرة الكلام. ارفع كلماتك ولا ترفع صوتك، فالمطر هو الذي ينبت الورد وليس الرعد. ليس عليك إسعاد كل الناس، ولكن عليك أن لا تؤذي أحدا من الناس. اعلم أن التسامح هو أكبر مراتب القوة، وحب الانتقام أحد مظاهر الضعف. وإياك أن تدخل في نوايا الناس، فلا يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب. لا يتواضع إلا من كان واثقا بنفسه، ولا يتكبر إلا من كان عالما بنقصه. املك من الدنيا ما شئت، ولكنك ستخرج منها كما